حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه اخباركم؟ وحشتوني والله بجد. ايه الاخبار؟ بقالي ما وقفتش معاكم في المطبخ من ساعه الفيديوهات اللي نزلتها قبل كده، من بعدها مفيش حاجه نزلت تاني. عاملين ايه؟ ما تقولوا لي كده. انا كوبايه اكبر دي ولا دي؟ هي دي طويله بس ديت ايه، اما بحطهم على بعض الميه بلاقيهم ايه قد بعض. تعالوا نشوف الميه انهي واحده فيهم اكبر، عشان بحب اشرب الكوبايه كبيره. ثواني. بصوا سادة بتقول لكم ازيكم يا حبايب قلبي وحشتوني. بصوا انا بحب اشرب الشاي كده يعني، عشان ماما عايزه شاي، فانا عايزه اعرف مين فينا اللي هيشرب اكتر. هي الميه. بصوا على الاخر اهي هي والله، مع ان اللي يشوف دي يقول دي اكبر. المهم احنا هنشرب كوبايه شاي ونظبط الكموخ، عشان طول الليل ما نمتش. سيف ابني عنده سخونيه وعنده برد وتعبان بقاله يومين، انا قاعده بيه يعني، يعتبر انا اللي تعبانه مش هو، ماشي؟ يعتبر انا اللي تعبان، قاعده طبعا بيه والسخونيه، وكل ما جسمه يسخن انا اللي بسخن، وبحس ان السكر بيعلى عليا وبتعب جامد جامد جامد. المهم احنا النهارده رحنا سوق الحد، بس طبعا انا رحت وديته المدرسه الساعه 12، وديته الساعه 12 الظهر، رحت لقيت السوق خلص. وبالنسبه لي انا بقى اشتريت شويه حاجات كده بسيطه، هوريها لكم. استنى اوريكم. انا وريت ما جبتش حاجات كتير، لقيت السوق شطب اساسا، فاهميني؟ استنوا ثواني. بصوا حبايبي اشتريت ايه؟ اشتريت بتنجان، عايزه اكل مسقعه، وحشاني المسقعه بقالي ياما او ما اكلتش. وجبت كابوتشي بس صغير، الاتنين ب5. ما لحقتش السوق طبعا، السوق بيشطب بدري. واشتريت الكابوتشي واشتريت مكرمشات للعيال كل واحد كيس، ماشي؟ واشتريت ايه بقى هنا؟ طبعا الراجل بتاع السمك اللي انا بروح له الساعه 9 الصبح بدري لقيته خلص، فلقيت عنده حاجات بسيطه. لقيت عنده جمبري، ولقيت عنده جندفلي اهو، شايفين الجندفلي؟ انا بحب الجندفلي. لقيت عنده اخر حبه صغيرين نص كيلو، المهم جبتهم منه، ماشي؟ واشتريت ملوخيه ولوبيا، حلاوه طحينيه، واشتريت سفنتس. عارفين السفنتس؟ اشتريته. وطبعا دلوقتي ايه، هشيل كل الحاجات دي كلها، لان انا بقى ايه خلاص اتسوقت وجبت حاجاتي كلها، مش كلها قوي لان السوق طبعا شطه. خلي الجندفلي ده نعمله النهارده، وهنعمل اي اكل خفيف، يا مسقعه، يعني نعمل مسقعه النهارده، يا نعمل ايه كبده، واعمل الجندفلي، وفي جبنه وفي حلاوه وفي حاجات نمشي نفسي، لان الولد تعبان وانا قاعده ايه الدنيا بايظه خالص معايا بصراحه، مش عارفه اركز في اي حاجه تانيه. نفضي بقى كوبايه الشاي، عايزه اشرب كوبايه الشاي واروح اجيبه دلوقتي من المدرسه. طبعا انا ما كنتش هوديه المدرسه، بس عشان النهارده في عندهم امتحانات الشهر، قلت مش هينفع اللي هو يجيب اكتر من كده، لازم انا اروح اجيبه بنفسي واوديه، لان امبارح كان في السنتر كان هيغمى عليه، كان تعبان خالص. فانا طبعا هروح ايه النهارده نجيب سيف تاني ونيجي، بس اشرب كوبايه شاي عشان دماغي تتظبط. انا لما ما بنامش كويس السكر بيبوظ وكل حاجه بتبوظ عندي، بتعب، ببقى حاسه ان هخش في غيبوبه كده. والله حاسه ان هنشرب برطمان العسل ده عشان اخلص خالص من اللي انا فيه ده. وسادة انا قاعده مشغله اغاني الكرتون جوه، ربنا يهديهم يا رب، عشان انا ايه اليومين دول اعصابي تعبت والله بجد. فهنشرب كوبايه الشاي ونظبط دماغنا، ونحط النعناع. فاكرين النعناع؟ النعناع بتاعي بتاع مطيور، مطروح قبل ما تغرق، ربنا يسترها يا رب عليه. ونحط بقى شويه ايه نعناع. عايزه نعناع يا ماما؟ ايه؟ ماما مش عايزه نعناع. كويس، وفرت. نشرب انا النعناع، لازم الريحه تطلع كده، ريحه الزهور عليا عشان افوق شويه. المهم انا قلت اعمل كده معاكم الفيديو ده، بعد كده ان شاء الله هنعمل مسقعه او الكبده او حاجه ونوريها لكم في الفينش بقى، ونيجي ناكله مع بعضينا ونتغدى ونعملوا سندوتشات الجبنه وشاي بلبن ونشربه، عشان انا خلاص بجد ده حاسه ان انا اللي تعبانه بجد مش هو، والله العظيم. يلا باي باي يا حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك في القناه، الجرس اهو الجرس اهو محدش ينسى، ماشي؟ يلا باي باي، مع السلامه.